لما بتسكت على قلة الأدب عشان تمشي الدنيا، انت بتعمل أسوأ صفقة تجارية في حياتك. انت بتبيع كرامتك الغالية جدا مقابل شوية سلام مزيف وراحة بال لمدة 5 دقايق. والمشكلة ان المشتري بياخد هبتك ببلاش، وبيجي بكرة يطلب منك تنازل أكبر من غير ما يدفع قرش. النهاردة جايين نهد المسرحية المزيفة اللي انت بطلها المهزوم. هنفتح الكواليس وهكشف لك 10 عادات بتعملهم وانت فاكر انك بتكسب القلوب، بس هم في الحقيقة السكين اللي بيمسح كرامتك وبيحولك لكومبارس مضمون وممل في قعدة انت المفروض بطلها. هات قهوتك ويلا بينا نبدأ. العادة الأولى في شجرة تدمير الذات هو تقديم الخدمات المجانية والتواجد الدائم. أول ما تبان شخص متاح 24 ساعة بترد في نفس الثانية وبتروح أي حتة تطلب فيها. انت بتكسر أعتى القوانين النفسية، قانون الندرة. البضاعة المتاحة بكثرة على الرصيف بتتحول لوجبة ديليفري سريعة، ومحدش بيحترم الشيء الرخيص المتاح. الشخصية القوية بتتعامل مع وقتها كمنطقة عسكرية محظورة محتاجة تصريح أمني للوصول ليها. العادة التانية هي التبرير المستمر والاعتذار المجاني. لما ترفض طلب مش مناسب لك وتبدأ تشرح وتبرر وتقدم أعذار طويلة بأسف مصنع، انت كده بتكسر عين نفسك. الشخص التقيل بيقول لأ الشيك بابتسامة وثبات ويسكت. الهيبة بتعيش وتكبر في المسافة اللي بين الكلمة والسكوت، ومش محتاج تقدم الكتالوج بتاعك لأي حد. العادة الثالثة وهي القاتل الصامت، الإسهال الكلامي وعرض حياتك على المشاع. لما تحكي أسرارك، خناقاتك وخططك الجاية لكل حد يبتسم لك، انت بتعرض نفسك ككتب مفتوحة بياكل فيها الذباب. علم النفس بيعلمنا نظرية جبل التلج، الجبل اللي يرهب القلوب، اللي باين منه مجرد 10% بس. احتفظ ب90% من خططك تحت المية، وسيب الغموض يزرع بذرة الفضول في عقولهم عشان يفضلوا يطردوك عشان يشبعوا فضولهم. العادة الرابعة هي الضحك المجاني ومحاولة إرضاء الجميع. في لعبة الشطرنج الملك مش بيتحرك كتير، بس كل خطوة منه بتهز الرقعة. لما تضحك على أي فزلكة وتوافق على أي كلام عشان تعجب القعدة، انت بكده بتعلن انك شخص ملهوش قيمة ولا مبدأ. اللي بيجري ورا رضا الناس بتركبه وتركنه على الرف. العادة الخامسة هي فقدان الأعصاب والاندفاع العاطفي. في حرب النفس اللي يخليك تتنرفز وتصرخ هو اللي مسك الريموت كنترول بتاعك وقلب الترابيزة عليك. الكاريزما هي الهدوء القاطع تحت الضغط، لما كل اللي حواليك يتجننوا وانت تفضل هادي بنظرة ثبات. انت هنا بتثبت انك فوق اللعبة ومش سهل كسر عينك. العادة السادسة هي لغة الجسد المكسورة والعين المهزومة. لما تمشي بكتف ملموم وتخاف تحط عينك في عين اللي بيكلمك، مخ اللي قدامك بيترجم فوراً إنك حاسس بالدونية ومستني الشفقة. وقفة الأسد مش تكبر، دي إعلان ملكية للمساحة الشخصية وهيبة فورية بتجبر الكل يعاملك بحذر. العادة السابعة هي الشكوى المستمرة وتقمص دور الضحية. لما تقعد تشتكي ان الدنيا جاية عليك وان الناس استغلوك، انت بتعلن للكون انك ضعيف ومستسلم، والناس ما بتحترمش الضعيف. الناس بتمشي ورا القوي اللي بيرفض الشفقة وبيغير واقعه بإيده. العادة الثامنة هي التنازل عن حدودك الشخصية عشان خايف تخسر حد. لما تكسر قواعدك الخاصة عشان ترضي صاحب أو حبيب، انت رخصت كرامتك بنفسك. الشخص اللي بيحمي حدوده بدرع حماية صلب، الناس بتعمل له 1000 حساب وتعرف مقامها قصاده حتى لو اختلفوا معاه. العادة التاسعة هي التشتت والبص في الموبايل طول ما حد بيكلمك. قلة التركيز بتوصل رسالة إن الشخص اللي قدامك ملوش قيمة، وفي نفس الوقت بتبينك مهزوز وما عندكش ذكاء اجتماعي. الكاريزما بتبدأ من نظرة عين مركزة وصادقة، بتخلي اللي قدامك يحس إن وجودك معاه مكافأة ومش حق مكتسب. العادة العاشرة والأخيرة هي الجدال والمطاحنة في كل موضوع. مش كل معركة بتتعرض عليك لازم تدخلها. أوقات كتير الشخص الذكي بيسيب الغبي يفكر إنه كسب النقاش عشان يحافظ على وقته وطاقته. القوي بيفكر صح، خسر الجولة وكسب الحرب. في النهاية يا صديقي، الكرامة والكاريزما مش مجرد كلمات بتتقال في فيديوهات،
دي أسلوب حياة وهبة إنسانية بتتبنى بالاستغناء واحترام الذات. في زمن الكل بيجري فيه يعري حياته وياخد لايكات رخيصة، كن الاستثناء. كن أنت العملة النادرة والنسخة الأصلية اللي محدش معاه الكتالوج بتاعها.